مطبخك سيداتي، برنامج أسبوعي تلتقون معه كل يوم خميس على الساعة 8 مع وصفة مغربية على راديو صدى الشباب. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مطبخك سيداتي على راديو صدى الشباب، تقدمه لكم هند المراقبة. أتمنى أن تعجبكم وصفاتنا وأن تكون الحلقة الأولى قد نالت إعجابكم. اليوم إن شاء الله غادي تكون حلقة مميزة بإذن الله، وذلك لأننا غنقدموا أطباق خفيفة وسهلة. استنونا بعد هذا الفاصل. مطبخك سيداتي، برنامج أسبوعي تلتقون معه كل يوم خميس على الساعة 8 مع وصفة مغربية على راديو صدى الشباب. رجعنا لكم من جديد ونذكركم بأنكم كتستمعوا لبرنامجكم المفضل مطبخك سيداتي، ونبداو بإذن الله بأولى الوصفات وهي سباكيتي في الفرن. غنحتاجو 250 غرام ديال سباكيتي، 2 مطيشات محكوكين، 2 معالق ديال مركز الطماطم، قزبور، معدنوس، ضرس الثومه مفروم، الزيت، شويه د الملحه، الابزار، تحميره، الكفته، فروماج. تسناونا بعد هذا الفاصل. مطبخك سيداتي، برنامج أسبوعي تلتقون معه كل يوم خميس على الساعة 8 مع وصفة مغربية على راديو صدى الشباب. رجعنا لكم من جديد، غادي نبداو في الطريقه باذن الله. الطريقه غادي ناخذوا واحد الطنجره، غنديروا فيها الماء، نخليوه حتى تيغلي مزيان، غنزيدوا عليه شويه ديال الزيت، شويه د الملحه، وغنديروا السباكيتي ديالنا تسلق. في هذا الاثناء غناخذوا طنجره اخرى وغادي نحضروا فيها لاصوص ديالنا. غادي نديروا فيها الزيت، وغادي نزيدوا عليها مركز الطماطم. هنايا مركز الطماطم زدنا له واحد 2 معالق نتاع الماء، وعاد درناه على الزيت. زدنا نزيدوا مطيشه محكوكه، نزيدوا القزبور ومعدنوس، ونزيدوا العطريه ديالنا، ونزيدوا الكفته. غادي نخليو هادشي كامل يطيب في الطنجره، نغطيه ونخليوه يطيب يتشحر مزيان. غادي ناخذوا سباكيتي ديالنا، غادي نسقطروها مزيان من الماء، ونشدوا الطبق اللي كيدخل الفرن، وغادي نديروه ونخلطوا سباكيتي مع لاصوص ديالنا مزيان. نحكم فوق منهم الفرomage وندخلوها للفرن على ما كيذوب الفرomage كنخرجوها من الفرن وبصحه والراحه. تسناونا بعد هذا الفاصل باش نقدموا لكم الوصفه الثانيه. مطبخك سيداتي، برنامج أسبوعي تلتقون معه كل يوم خميس على الساعة 8 مع وصفة مغربية على راديو صدى الشباب. رجعنا لكم ونذكركم أنكم كتستمعوا لبرنامجكم المفضل والمميز مطبخك سيداتي. الوصفة الثانية كنوعدكم أنكم إلا جربتوها غادي تعجبكم بزاف، وممكن نديروها للعشاء. هي خفيفة وسهلة. كنحتاجوا ليها المقادير التالية: 2 حبات ديال الخيزو، 2 حبات د القرعه، 2 بصلات مقطعين، شويه د القزبور ومعدنوس، صدر الدجاج اولا لادند، بيضه، شويه د الملحه، شويه د الابزار، صلصه الصوجا، والعجينه غادي نخدموها. غادي نديرو واحد العجينه اللي سهله وبسيطه بزاف، وما كتحتاجش منا بزاف د الوقت باش نخدموها. غادي نديرو 2 معالق كبار ديال السكر، 2 معالق كبار نتاع الخميره، 2 كيسان د الماء دافي، معلقه صغيره د الملحه، 2 كيسان ديال الطحين. غادي نخلطوا مزيان هذا الخليط وغنخليوها ترتاح لمده 10 دقائق. من بعد غنزيدوا لها 3 د الكيسان ديال الطحين، 2 معالق د الحليب بودره، نص كاس نتاع الزيت. غنخلطوها مزيان ونخليوها باش غادي نعمروا بها الحشوه ديالنا. غناخذوا مقله، نديروا معلقه صغيره د الزبده، شويه د الزيت، بصله، نخليوها تشحر مزيان. نخليو البصله ديالنا تشحر مزيان، نزيدو عليها صدر الدجاج والقزبور والمعدنوس. وملي كيطيبوا هادو كاملين غادي نضيفوا ليها الخضره غادي نخليوها واحد 5 دقائق طيب، يعني غير على ما تشد راسها شويه، ما غاديش نخليوها بزاف ديال الطيب. غنزيدوا ليها شويه د الملحه والابزار وسكينجبير، ونديرو صلصه الصوجا. هنايا صلصه الصوجا كتكون مالحه، داكشي علاش حنايا كنديرو غير واحد المعلقه صغيره نتاع صلصه الصوجا. وغنديرو البيضه، غنحركو مزيان على ما كطيب هذيك البيضه. كناخذوا العجينه ديالنا كنورقوها مزيان،
كناخدوا واحد الزلافه كنقطعوا بها دوائر، وكنعمروا هاد الحشوه ديالنا في دوك الدوائر، كنزيدوا عليها الفرomاج من الفوق، كنغطيو ديك الدائره بدائره اخرى، كنغطيو هاد الدائره بدائره اخرى باش كتجمع لنا، كنسدوها مزيان، كندخلوها للفرن بعد ما دهناها بصفر البيض وشويه ديال الخل وبالصحه والراحه. هنا سالينا الحلقه ديال هاد الاسبوع، نتمنى تسناونا الحلقه الجايه في الاسبوع المقبل ان شاء الله. مطبخك سيداتي برنامج أسبوعي تلتقون معه كل يوم خميس على الساعة 8 مع وصفة مغربية على راديو صدى الشباب.